قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. الشباب سجلت الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري هوس البعض من الشباب بالموضة المستوردة من الغرب، حيث يتهافتون للوصول إليها ويقلدونها تقليدا أعمى، وذلك دون معرفة أصولها والهدف منها. ومن الظواهر التي اجتاحت مجتمعاتنا ظاهرة وضع الشباب أقراط في الأذن. نتابع التفاصيل في هذا التقرير للإبراهيمين غطاس وبرقاش. بعد استفحال ظاهرة السراويل المترهلة والتسريحات الغريبة في المجتمع الجزائري، ها هم شباب اليوم يتنافس بعضهم على التجمل بوضع أقراط في آذانهم بأشكال وألوان يتفخرون بها بينهم كموضة عصرية. كنت قاعد في الحومة مع أصحابي قاعد تاقبي أكشاية، أنا جاتني في راسي كيف قاعد تاقبي، أنا رحت عند السياق قبلي وركت من قوشة، أنا متخش بها للدار برا تعال. اي والله عاشق بابا يزقى عليا برا يضربني ما يعيني من ريحه وحنايا جات في راسنا التقبه وتقبنا هكذا. كل ما تخشنا من قاشه هكذايا نروحوا نشوف كاش طفل هكذا نكون معاه ولا تعطيني نحي لها من ودنا تعطيني نديرها. تهافت بعض الشباب اليافع على حلي كانت حكرا على النساء ظاهرة دخيلة يراها الاجتماعيون مجرد تقليد أعمى. في الثمانينات يعني قبل كان المجتمع تاعنا ما يلبسش على خاطر حنا نعرفوا المناقش تلبسوا من المراه. يعني حنا يا اخي في الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بلي نعر الله يعني كل رجل متشبه بالمراه. الشاب كي يمر في المراهقه يكون يتخبط تغيير فيزيولوجي وتغيير عقليه ويحس بلي هذا الشاب انه راجل وكذا، وبالتالي هو يعود ياخذ ثقافه وياخذ حتى فتات تاع الخارج، يعني من خلال الافلام، من خلال تقليد الاعمى لهذا الاكتور وتقليد رجال تاع الغرب. بين الأصالة والمعاصرة يبدو أن بعض القيم ضاعت في مجتمع محافظ يتبرأ من مثل هذه المظاهر التي لا تمت بصلة إلى دينه وتقاليده وقيمه. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.